رجل أعمال أم سارق محترف، مجاهد وقائد عسكري أم كل ذلك معا؟ كاظم العيساوي أبو دعاء. الذراع الأيمن لمقتدى الصدر والقائد الميداني للجناح العسكري للتيار الصدري سرايا السلام. عزل لأكثر من مرة وجمد عمله في مرات أخرى ليختفي بعد حين، وأخيرا عاد نجما لامعا ليكون مستشار الصدر من جديد. العيساوي الثري. بعد جولات كثيرة أصبح العيساوي فاحش الثراء، حيث أن أحد أهم معالم ثرائه مول الماسة. أحس الصدر في وقت متأخر أن هناك خططا للانقلاب عليه ليباغت 7 من قياديي التيار، كان العيساوي أحدهم، ليوجه الضربة القاضية. مقتدى وقانون الفوضى. أشعلت معلومات مهمة الأزمة في بيت التيار الصدري لتكون الفاجعة رسالة في العلن عبر حساب محمد صالح العراقي، الوجه الإعلامي في السوشيال ميديا لمقتدى الصدر، يمهل العيساوي 3 أيام قبل توجيه العقوبات الصارمة، أو أن يعتزل التجارة ويقدمها قرابينا لمقتدى الصدر. ولكن معلومات سربت مؤخرا لصفحة بالباكر تتحدث عن امتلاك العيساوي معلومات خطيرة عن مقتدى الصدر صعدت من خطورة الموقف، ليقرر الصدر تشكيل لجنة مكونة من 3 أشخاص لجمع المعلومات عن الأصول المالية للمقربين من الصدر، ليكون الشعار انشقاق ثم فراق. انشق العيساوي عن الصدر مع 7 من معاونيه ليعتصر الألم مقتدى، ويقرر نزول أتباعه إلى الشارع في النجف وبغداد لحرق وتدمير المشاريع التجارية للمنشقين، أحدها مول الماسة، ومقتل عدد من العاملين فيها، وليكتب أخيرا على منزل العيساوي مطلوب للسيد، وهو كإعلان بهدر دمه. خلي مول الماسة عودي يفيده، ما يريد ابن الصدر ما نريده. اي مالت الله واحكي بالحق مستعد، الجان عايش على البخور ومي ورد، منين جال المول طلعوا للجرد، شي اكيد البوق ما هي بعيد. الصدر يقرر أخيرا اعتكاف العيساوي في 15 من أيار ولمدة عام كامل، وأن يتبرع بأمواله لعوائل الشهداء، وأن يترك التجارة، وأن يمنع من السفر. بحسب قانون مقتدى الصدر العيساوي لن يعود أبدا. تذبذب المواقف. كعادة مقتدى في كثير من القضايا السياسية والعسكرية، عدم الثبات على موقف واحد في تجميد عمل قواته العسكرية، اعتزاله السياسة، الوداع واللقاء، القبعات الزرقاء، وأخيرا العيساوي يعزل ويعود أكثر من مرة ليخرق قانونه الوضعي، ليعود العيساوي مستشارا لمقتدى من جديد. أسباب العودة. العيساوي يمتلك معلومات خطيرة وسرية عن مقتدى الصدر قد تهدم تاريخه، وبصفقة مهمة للعيساوي عودة على رأس الهرم بعد فشل القيادات العسكرية في سرايا السلام وإخفاقها في إدارة الأزمات، كما حصل في مجزرة الوثبة بقيادة القبعات الزرقاء. وأخيرا نتساءل، ماذا سيكون جواب مقتدى لعوائل القتلى في احتجاجات المولات بعد عودة العيساوي بكبسة زر؟ فهل كان العيساوي سارقا أم مجاهدا محررا لآمرلي؟ وهل استحق كل هذا التسخيط أم أن مقتدى يحب أن يجمع حوله السراء؟